أنا كأحمد لغتي مش أحسن حاجة، ولكن هي تعتبر كويسة. وأنت كشخص بتتفرج على الفيديو دوت فغالبا أنت عايز تتعلم إنجليش يخليك على الأقل تتعامل هنا في أمريكا. الفيديو دوت ممكن يكون اتعمل زيه كتير جدا على اليوتيوب، ولكن أنا بأكد لك إنك لو شفت الفيديو دوت وما سرعتش فيه ولا حاجة وطبقت اللي فيه، الإنجليش بتاعك هيتحسن تحسن ملحوظ. قبل ما نبدأ الفيديو هنحط قاعدتين لازم نمشي عليهم طوال الفيديو. أول قاعدة إنك تركز في كل كلمة، معاك ورقة وقلم بتاخد الملحوظات. تاني قاعدة إنك تركز في الفيديو وما تسرعش الفيديو، لأن كل معلومة مهمة جدا جدا جدا. طيب خلينا متفقين إنك شخص كسول ومش بتكمل الحاجة اللي أنت بدأت فيها، وإن أنت مش بتفهم الأمريكان عشان هما بيتكلموا بسرعة جدا جدا، وأنت برضو عايز حاجة تنجزك وتكون فعالة. عشان كده أنا هقولك أنا عملت إيه، يعني هقولك تجربتي العملية هنقلها لك كاملة قبل ما أجي أمريكا وبعد ما جيت، ومش هحذف منها ولا حرف، وهقول بكل صدق أنا عملت إيه قبل ما أجي وبعد ما جيت. اول حاجه عملتها وهي اغبى حاجه انا عملتها تقريبا في حياتي، ان انا بدات اسمع افلام من غير ترجمه. قلت ده هيعلمني انجليش بسرعه جدا، ولكن احبطت جدا وكانت خطوه غبيه جدا مني في البدايه كمان. لذلك بحثت عن تعلم اللغه الانجليزيه اكتر، لقيت ان في استاذ او شخص بارك الله فيه اسمه ابراهيم عادل. الشخص دوت عنده قناه على اليوتيوب فيها تقريبا حوالي 11 مليون مشترك واسمها ذا امريكان انجلش. القناه دي متخصصه في تعلم او في تدريس اللغه الانجليزيه من الصفر لغايه الاحتراف. قبل ما تطلع من الفيديو وتقول ان انت قبل كده جربت القناه ديت ولكن ما اتعلمتش منها، فانا جاي اقول لك الطريقه الانسب، لان الفكره فيك انت مش في البرنامج. صدقني انت لو استغليت البرنامج ده احسن استغلال فانت تعلم. خليني الاول اشرح لك البرنامج بتاعه ماشي ازاي، او هو طبعا انا بعد شويه هشرح لك تجربه عمليه من التليفون واصور لك واسجل لك الشاشه، ولكن دلوقتي انا بقول لك بشكل عام البرنامج عباره عن ايه. البرنامج يا سيدي عباره عن مستويات، 4 مستويات تقريبا، وكل مستوى جواه كورسات، وكل كورس جواه وحدات، وكل وحده جواها دروس، وكل درس جواه حاجات كده هنبقى نشرحها لما نجرب التجربه العمليه على الموبايل. انا دلوقتي هشرح لك التجربه العمليه من الموبايل، وركز في كل حاجه هتتعمل، وقول لي لو انت فاهم ولا لا في الكومنتس. بص يا باشا، انت هتفتح اب ستور او جوجل بلاي ايا كان البرنامج اللي بتحمل منه، وهتكتب ذا امريكان، اسف، ذا امريكان انجلش، ماشي. هتلاقي اللي هو نتيجه التطبيق الاصفر دوت. طيب فانا دخلت عليه كده وهعمل له داونلود من هنا، حمله عادي جدا. انا مش عارف انا بشرح ايه، بس انا هخش جوه البرنامج واشرح لكم الفكره. البرنامج اتعمل عليه تحديثات كتيره جدا اخر فتره، وده كان لازم نشكر الناس عليه، لان بجد التحديثات دي فرقت كتير جدا وخلت الموضوع سلس اكتر. فكده اتحمل، هدوس اوبن، اعمل الاول لاي حاجه. البرنامج امن يا جماعه 100%. بعدين بدوس آه ماشي. بيجي هنا بيقول لك اي سبيك، يعني انت بتتكلم اللغه الايه، فهنختار العربيه. تمام. بعدين بيظهر لك المستويات اللي هي 4. طيب انت ممكن تستكثر الموضوع 4، لا هو ما تقلقش، انا هتكلم في نقطه مهمه جدا بعد شويه بخصوص ال4 مستويات دول. بس انت مطالب منك انك تختار المستوى الاول، وبعد ما بتختار المستوى الاول بيجي لك مرحله تسجيل الدخول او انشاء حساب. فانت عليك حريه اختيار جوجل او ايميل ايا كان، فانا هختار ان انا اعمل تسجيل دخول بابل. طيب كده هو عمل تسجيل دخول في البرنامج، اوكي. وبعدين هو بيخش على الصفحه دي، يقول لك انت ليه بتتعلم انجلش. فانت طبعا احنا بنتعلم عشان نسافر، هو مش تفرق كتير، بس انا هختار ان انا اتعلمه عشان اسافر. هنا بيقول لك انك عايز تتعلم قد ايه في اليوم، او وقت التعلم بتاعك حابب ان هو يكون قد ايه. فانا هختار 20 دقيقه مثلا، وبعدين اتاكد ان انا مفعل الحاجات اللي تحت دي متفعله كده، وادوس كونتينيو. هنا بيقول لك انك تختار الايام اللي انت عايز تتدرب فيها، فانا محدد الاسبوع كله، ممكن الغي الثلاث والجمعه عشان هنام فيهم شويه. ويختار اي وقت يبعت لي فيه نوتيفيكيشن او اشعار انت يا احمد المفروض تتمرن دلوقتي. بعدين ادوس كونتينيو. بعدين انا جايب لك صفحه بيقول لك انك السنه ديت انت الانجليش بتاعك هيتطور 20 ضعف الانجليش الحالي بتاعك، فيعني صفحه بيشكروا فيها في نفسهم. تمام. هنا بيقول لك انك عايز تشترك في البريميوم، بس احنا معناش فلوس فنوس سكيب، وهقول له ستارت ليسن او بدايه الدرس. طيب بص بقى يا باشا، هو هنا بيقول لك شويه حاجات كده دوس عليهم دوس عليهم. طيب انت كده دخلت على المستوى الاول، الكورس الاول، الوحدات بتاعته. قبل ما تقول ايه ده كله استنى شويه، بعد شويه هوضح لك كل حاجه وما تستعجلش. فهو هنا احنا دخلنا في اول وحده اللي هي الفصل التمهيدي، فيها تقريبا حوالي 6 دروس وانت او خمسة وامتحان عشان تخش على الوحده اللي بعديها، وهكذا تخلص الكورس الاول. تمام. فانا هبدا في الوحده الاولى اللي هي الفصل التمهيدي بالدرس الاول اللي هو الصفات. تمام. بص عليه كده، اسف اسف اسف، وبعدين بفتحه بالطريقه دي وبقول ستارت او ابدا. بيفتح لي الفيديو، طبعا انا مش هشغله عشان هو تبع النشر، انا اسف، هعمل سكيب من فوق كده كأني شفت الفيديو.
وبعد ما تخلص الفيديو وتركز وبتاخد ملاحظاتك يا باشا، بتبدأ إنك تشوف الكلمات اللي هو قالها لك في الدرس. هو قال لك كلمة angry مثلا، فبتبدأ إنك تسمعها. لما تدوس هنا كده بتسمعها، أنا angry, مش عارف الصوت شغال ولا لأ، بس أنت بتسمعها وبتشوف الكلمة. بعدين بتسمع الكلمات كلها بالطريقة ديت، وبعدين بعد ما تسمعها كلها خلص بس كده أنا كأني سمعت، بيديك زي تدريب بسيط كده على الكلمات اللي أنت خدتها في درس النهاردة. تمام، فأنا هعمل angry مثلا دوت angry مارس كونتينو، بيديك بقى ايه تدريب تاني مثلا شجاع بتحدد له وهكذا، ودي كيفية انك تخش يعني تدرب على اللي انت خدته. coward, فبتقول الكلمات كده. اعلان، طبعا انت لو مش عايز اعلانات فانت بتعمل البريميوم، مش تفرق، وبعدين يعني 15 سنة فمش موضوع كبير يعني كده. يقول لك جود جوب. فانت كده خلصت الستيج 1، فانت ممكن تعمل كونتينو بحيث ان هو يدربك اكتر على العادات اللي انت خدتها. انا طبعا مش عايز اتدرب لان انا مش عايز اتدرب بصراحه. شوف، هو قال لي هي ان هي 25%، انا خلصت 25% من الدرس، واصله لك 25% من الدرس دي معناها ان انا لسه عندي تدريبات تانية لازم اعملها عشان اخش على الدرس اللي بعده. ولما تخلص كل الدروس بتعمل تشيك بوينت، اختبار تجاوز الوحده، وتخش على الحاجات اللي بعديها وهكذا لغايه ما تخلص الكورس اللي هو اتعلم من الصفر دوت. هيديك بعد كده انك تخش على كورسات تانية زي الاستماع والكتابه والقرايه وهكذا، ويكون خلصت المستوى الاول. انت ممكن تقول طب ما ده كتير جدا، وانت قلت لي انا عايز حاجه تنجزني، ففين الانجاز في كده يا احمد؟ انت بتضحك علينا. احب اقول لك ان الكام وحده اللي انت شفتهم دول مش هياخدوا منك اكتر من اسبوعين لو انت خدت الموضوع جد وحددت فعلا ميعاد تذاكر فيه كل يوم، او على الاقل يوم لو انت مشغول جدا. بس انا شايف انك فاضي وتقلب في التيك توك، فانت لازم تفضي وقت للانجليش، وهتلاحظ الفرق في لغتك مع مرور الوقت. ما تستعجلش، هو الموضوع فعلا مش هياخد وقت كبير، ولكن برضه محتاج وقت انك تشوف الفرق. فاهم قصدي؟ بعد كده انا بقى كاحمد عملت ايه؟ ده الفيديو بتاعي يا جماعه، انا شغال ورايا نرجسيه، نرجسيه. تمام. فبعدين انا خلصت المستوى الاول. بعد ما خلصت المستوى الاول دخلت على المستوى الثاني. بعد ما خلصت اختبار كده شامل على المستوى الاول، دخلت على المستوى الثاني. وفي نفس الوقت اللي انا باخد فيه كورسات المستوى التاني، بدأت إن أنا أعمل حاجة مهمة جدا فرقت معايا. بدأت إن أنا أشوف أفلام. إيه؟ مش أنت من شوية قلت إن الأفلام دي خلتك تبقى محبط جدا جدا؟ هو مش بالمعنى الحرفي، أنا دلوقتي بقيت أشغل أفلام مش بمعنى إن الفيلم شغال وأنا شايف اللي بيتقال قدامي، فأي كلمة مش فاهمها بكتبها وبطور الليسننج عندي. فده فرق معاك جدا في المستوى التاني. ده من الحاجات اللي أنت لو بدأت فيها في المستوى التاني أراهنك إنك هتلاحظ الفرق بسرعة كمان. ولما خلصت ولما خلصت المستوى الثاني وخلصت كمان شويه افلام كده قعدت اسمعهم بس، فبدات ان انا اخش على المستوى الثالث. انا بقول لك العمليه بتاعتي اهو حرف حرف عشان تبقى عارف انا عملت ايه وتجرب. ومع يعني توازيا كده مع المستوى الثالث بدات ان انا اعمل حاجه تانية، وهي ان انا احمل برامج كده، هي انك بتخش في شات جماعي بالصوت مع ناس امريكان وتتكلم معاهم بتطور لغتك. ولازم ما تتكسفش عشان تتعلم حاجه، ما تتكسفش. وبعد ما خلصت المستوى التالت ما كنتش ملزم ان انا اخد المستوى الرابع، وده مش تكهن مني، ده هو نفسه قال كده. الاستاذ ابراهيم عادل قال انك لو خدت لغايه المستوى التالت فده كفايه جدا، لان اصلا المستوى الرابع ده حاجه ادفانسد تعلمك اللهجه تقريبا او حاجه زي كده، فانت مش محتاج تاخده. طالما خلصت المستوى التالت فكفايه. والموضوع ده خد مني كل العمليه التعليميه اللي قبل ما اجي امريكا دي، خدت مني حوالي 3 شهور ونص، انني تكاسلت وتقاطعت ف لو كنت مشيت على الخطة اللي انا عاملها لنفسي الاول كنت خلصت في اقل من 3 شهور، ولكن انا زاد مني شويه ايام شويه عشان برضو ايه، يعني كسلت شويه. طيب والنتيجه بعد كل ده لما سافرت امريكا ايه اللي حصل؟ وانا في المطارات كنت لازم تتعامل طبعا مع موظف الجوازات وغيره في البلد التانية. لو انت رايح ترانزيت في دوله معينه فهو بيتكلم انجلش، فانت لازم تتعامل معاه. فده كان سهل جدا ان هو اصلا نفسه اصلا مش امريكي، فانت بتتعامل معاه عادي. ولكن الفكره لما وصلت امريكا لقيت ان انا بفهم اللي لازم افهمه. وعشان اوضح المصطلح دوت، عشان ناس كتير سالتني عنه قبل كده لما اتكلمت عن فيديو الدراسه وكده، يا جماعه بفهم اللي انا المفروض افهمه، يعني الحاجات طبيعيه. هقول لك حاجه، لو انت حد اجنبي جالك مصر او جالك الوطن العربي، هل هو ملزم ان هو يتعلم لهجتك؟ لا، هو ممكن يتعلم لغتك ويتعامل معاك وخلاص، والموضوع قضي الامر يعني. فليه يتعلم اللهجه؟ لان انا كنت فيه اول ما جيت امريكا. طيب ودلوقتي بعد ما جيت امريكا بعمل ايه عشان اتعلم انجلش؟ قبل ما اتكلم عن كده حابب اقول بس نصيحتين مهمتين جدا في زاميكان انجلش. لازم ما تتفرجش على الفيديو كفيلم، هو عشان ده يعني موضوع ممكن يبقى وحش بالنسبه لك ويبوظ لك مرحله التعلم. ركز في كل كلمه، وانك تاخد نوتس على الحاجه اللي هو بيقولها. واوعى واياك انك تكون تعمل الغلطه اللي انا عملتها دي في اول مستوى ليا. كنت بخش مثلا على كورس القراءه، كان المدرس كان هدفه ان هو يوصل لك حاجه في عقلك الباطني، انت تبدا انك تركز في حاجه تانية.
انت داخل كورس قراءه مش كورس كتابه، فاهم قصدي؟ فركز في الهدف اللي انت داخل منه الكورس، مش تتعلم كلمه جديده، لا ده عشان تقرا، فاهم؟ انا بديك مثال بسيط لغلطه انا عملتها، فلازم تحدد انت داخل الكورس ده ايه. الكورس اللي هو في الاول وحده دي اللي هو التعلم من الصفر، انت داخل عشان تتعلم كلمات جديده وتبدا من الصفر، فاهم قصدي؟ فما تبقاش داخل عشان تقرا او تكتب فتكتب باراجراف بالكلمات دي، يعني تعلم الكلمات وخلاص يا سيدي. طيب لما جيت امريكا بعمل ايه دلوقتي؟ حرفيا انا دلوقتي شغال على حاجه مهمه جدا في لغتي، وهي حاجه قالها لي مدرس تطوير اللغه عندي في المدرسه. انت لو جيت في المرحله الثانويه او في اي مرحله بيدوك حاجه اسمها الاي ال دي او الانجليش لانجويج ديفلوبمنت، اللي هو بيطور لك اللغه بتاعتك. مدرس انا بحبه جدا يا جماعه. فالمهم هو قال لي المشكله اللي بتحصل ان هي، بص قبل ما اقول المشكله انا هقول ده اصلا سبب ان احنا مش بنتعلم انجليش من المدارس عندنا في الوطن العربي. المدارس عندنا بتعلمنا الكلمات كتير جدا وبنحفظ ونعمل ونسمع الكلمات وموال كبير، صح؟ هنا احنا مش بنعمل كده خالص في حصه تطوير اللغه. لا احنا نحن بنتعلم كلمات ايوه، ولكن ازاي بنعمل الكلمات دي، ازاي بنعمل بيها لغه بمعنى اصح. ده سر اي لغه، ان انت تعرف ايه هو تركيب الجمله او ازاي تركب جمله. في حاجه اسمها الجمله المعقده، الجمله البسيطه والحاجات دي، وده حاجه زمان كان انجلش بيقدمها ولكن بسيطه شويه. انما لو جيت هنا فانت هتلاقي المدرس بتاعك بيعلمك كده مع الكلمات الجديده. ودي مش الجرامر بالمعنى الحرفي يا جماعه، هي ليها علاقه بالجرامر ولكن هي مش الجرامر بالمعنى الحرفي، هي حاجه اسمها تركيب الجمله. هقول مثال، احنا كاطفال كنا بنتعلم كلمات، يعني مثلا امبو، قبح، مش عارف الكلمات دي. لما باجي اتكلم كطفل فانا بقول الكلمه دي، بقول بابا قبح، ما بقولوش يا بابا ممكن تشيلني. فدي الفكره، انت كده مش بتتكلم لغه، انت كده بتتكلم لغه اطفال، فلازم تتعلم تركيب اللغه. لما تتعلم كلمات جديده تعمل بيها جمل، وانت لو فهمت حته تركيب الجمل دي صدقني ده هيخليك من حواري نيويورك. وخليك فاكر ان مفيش حد اسمه متعلم لغه، لان حتى الامريكان نفسهم لسه بيتعلموا. المدرس بتاعي بيقول لي انا لسه بتعلم لغتي لغايه دلوقتي. فمرحله التعلم ما بتخلصش، ولازم يكون عندك ثقه بربنا وعندك عزيمه انك تكمل عشان ان شاء الله ربنا يكرمك وتكون لغتك كويسه. اعمل سبسكرايب ولايك واشوفكم في الفيديوهات الجايه. مع السلامه.